مرة أخرى يكشف العسكر عن وجهه الحقيقي ويفضح نفسه بتبنيه لموقف الرفض الكامل لليد المغربية الممدودة للحوار، حيث أعلنت السلطات الجزائرية رفض دعوة مغربية وجهت إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة الرباط. وكالعادة اعتبر العسكر الجزائري أن الدعوة دعاية مخادعة وتبريرا لتغيب الملك محمد السادس عن القمة العربية التي اختتمت أعمالها الأربعاء الماضي في الجزائر. وأفاد تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه كان قد جرى تأكيد مشاركة العاهل المغربي في القمة العربية المنعقدة في الجزائر من خلال رسالة شفوية بلغت لوزارة الخارجية الجزائرية، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس تخلف عن حضور القمة في آخر لحظة. وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قد أعلن في حوار مع قناة عربية توجيه دعوة وصفها بالمفتوحة من الملك محمد السادس إلى الرئيس تبون لزيارة الرباط، ردًا على تصريح سابق لوزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة الذي اعتبر تغيب الملك محمد السادس عن قمة الجزائر بأنه فرصة ضائعة كان يمكن أن تستغل لتوفيرها فرصة لقاء بين ملك المغرب والرئيس تبون لبحث تحسين العلاقات بين البلدين. واعتبر التقرير أن كل ما حدث بشأن تخلف الملك هو سيناريو مكتوب مسبقا لتجنب مبرمج، والذي بدأ منذ وصول الوزير المغربي إلى مطار الجزائر، إذ عند وصوله بدأ يشكو من عدم احترام بروتوكولات الاستقبال، بينما أن البروتوكول نفسه قد جرى منحه لجميع نظرائه العرب. وأوضح أنه كانت هناك سلسلة من الاستفزازات الطويلة من قبل الوزير المغربي والبحث عن حوارات صحفية بهدف سرقة الأضواء وتسليط الضوء على العلاقة الثنائية الجزائرية المغربية من خلال التطفل على قمة عربية حاسمة تنعقد في ظرف استثنائي، بدلاً من المشاركة بطريقة بناءة مع نظرائه في المناقشات حول التحديات الحرجة التي تواجه العالم العربي في ظل نظام عالمي جديد في طور التكوين. وسبق للملك محمد السادس أن دعا في مناسبات عدة الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.